نتفرج على الفيديو ده للأستاذ شريف وبعد كده نعلق. من يومين الرئيس السوري التقى الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. المفروض يا صاحبي المشاهد ان اللقاء ده لقاء ثنائي، يعني يختص بالعلاقات السوريه السعوديه، لكن المفاجاه ان الرئيس السوري قال لك انا مش عايز ابقى زي مصر، وقعد يكلمك عن الشأن المصري وقد ايه مصر دوله وحشه، وانه عايز يبقى زي قطر كده بالظبط. المفاجاه يا جماعه ان وكاله رويترز والاخبار العالميه كلها بتتكلم ان الرئيس السوري وافق على اقامه قاعده جويه هي الاكبر في الشرق الاوسط عشان ينافس بيها قاعده العديد الامريكيه في قطر، قاعده العديد اللي بيطلع منها كل الطيران الامريكي اللي بيتحرك في منطقه الشرق الاوسط بالكامل. الواحد محرج يا جماعه بصراحه. ايها الرئيس السوري، رجع الجولان وجبل الشيخ وجنوب بص يا أستاذ شريف، أول حاجة كلام حضرتك غلط. السيد الرئيس أحمد الشرع رئيس سوريا قال الكلام اللي انت هتسمعه دلوقتي. تركيا العلاقة المثالية مع المملكة العربية السعودية، أيضا مع دولة قطر، مع الإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول الناجحة فيما أعتقد، مع احترام لباقي الدول، أيضا دول مثل مصر والعراق وباقي الدول لديها النجاح، لكن هذه الدول تعمل بجهد مضاعف يعني وسرعة فائقة، وأيضا تواكب التطور الحاصل في العالم. يعني ما قعدش يذم في مصر ومصر وحشة ليه؟ هو ما قالش الكلام ده خالص. هو قال ان في نجاحات في مصر بس مش قد النجاحات اللي بتحصل في السعودية ودول الخليج، واي واحد عاقل هيقول لك الكلام ده طبعا صح. تاني حاجة، لو سوريا شايفة ان من مصلحتها انها تعمل قاعدة امريكية في سوريا تعملها طبعا، وليس لأي دولة في العالم ان تنتقدها. الرئيس السوري شايف ان ده من مصلحة سوريا، انت مالكش دعوة. احنا لما عملنا اتفاقية سلام مع اسرائيل مفيش اي دولة في العالم تقدر تنتقدنا، لان ده شأن مصري. لما شافت مصر ان من مصلحتها تعمل اتفاقية غاز مع اسرائيل تعملها فورا، وليس من حق اي دولة ان تعترض. الشأن المصري لا يتدخل فيه احد، بس احنا لازم نعامل الاخرين بالمثل، والشأن السوري لا احد يتدخل فيه. السعودية بتدعم سوريا دعم قوي، وده شأن سعودي، وذلك حتى لا تقع سوريا مرة أخرى تحت نفوذ إيران. إيران هي العدو الأول للعرب. ذروع إيران تبذل جهودا أكبر لاستغلال حالة عدم الاستقرار في جنوب سوريا عبر محاولات التجنيد والدعم لفصيل ما يسمى بالمقاومة في سوريا أولي البأس، والذي عمليات التجنيد بشكل رئيس العناصر السابقين في الميليشيات الإيرانية. نتمنى لرئيس سوريا السيد أحمد الشرع أن يحقق لسوريا الاستقرار والتقدم والازدهار.